اهلا بكم. انا ورد السيد. هعمل معاكم النهارده اول وصفه من وصفات العيد. هعمل معاكم بسكوت اللانكشاير. هعمله باجمل واسهل طريقه بمقادير مظبوطه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. جبت بوله وحطيت فيها كوبايه من الزبده اللينه، انتوا ممكن تخليها نص زبده ونص سمنه، وهفضل اضرب فيها لغايه ما لونها يفتح شويه. بعد كده هضيف نص كوبايه من السكر البودره، وهرجع اضرب تاني لغايه اما اللون يبقى كريمي وفاتح معاكي. الخطوه دي مهمه، لازم اللون يبقى كريمي وفاتح معاكي. بعد كده هتضيفي بيضه ونص معلقه صغيره من الفانيليا، وهرجع اضربهم تاني، بس حاولي ما تكتريش في الضرب عشان الزبده ما تفصلش منك. بعد كده جبت نص كيلو من الدقيق، هو عامل معايا كوبايتين، ضفت عليه رشه ملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، هضيفه على الزبده، وهبدا الم العجينه. تلمي العجينه مش تعجيني فيها، لان العجينه دي بتبقى حساسه عشان ما تعملش معاكي عرق. لمي العجينه بطراطيف صوابعك زي ما انت شايفه كده في الفيديو. هتطلع معاكي بالشكل ده. العجينه لا هي بتلزق ولا سايحه في ايدك، المقادير بتاعتها مظبوطه جدا. بعد كده انا عايزه اعمل العجينه دي، هقسمها نصين، هعمل منها بالشوكولاته ومنها ابيض. هضيف معلقه وربع من الكاكاو الخام، وهبدا برضو الم العجينه برضو بطراطيف صوابعي، ما تعجنيش فيها، زي ما انت شايفه بعمل ايه في الفيديو بالظبط. بعد كده جبت معلقه معياريه عشان تطلع الاحجام بتاعه البسكوت نفسه قد بعض، ما يبقاش في حته كبيره وحته صغيره. لو انت تقدري بالنظر كده تطلعي القطع تبقى كلها قد بعض، اعملي. انا دي انسب طريقه عشان اضمن ان القطع كلها قد بعض. وهعمل نفس الطريقه مع العجينه اللي بالشوكولاته، برضو هاخد بالمعلقه وهبدا اشكل، وهتطلع معاكي المقاسات كلها قد بعض. جربيها وانت هتلاقيها مظبوطه قوي. بعد ما شكلت الكميه كلها هبدا ادخله الفرن، كنت مسخناه قبل كده على الرف الوسط على درجه حراره 180 لمده ربع ساعه، ما تزوديش عن كده عشان ما يتحرقش معاكي. هيطلع معاكي بالمنظر ده. لاحظي ان البسكوته حجمها ثابت وما فرشتش معاكي. نيجي هنا بقى لمرحله التزيين. انا جبت هنا شوكولاته وسيحتها عشان الزق قطعتين البسكوت ببعض. انت ممكن تلزقها بمربى، بس الافضل لك شوكولاته، لان المربى بتخلي البسكوته بعد كده تطرى. حطيت بعد كده، انا كنت مجهزه فارماسيل جوز هند ابيض وجوز هند الوان، انت ممكن تحط مكسرات، اي حاجه حسب رغبتك اللي انت عايزاها. انت هنا ممكن تلزقي قطعتين ابيض مع بعض، او ابيض مع شوكولاته، او اتنين مع بعض شوكولاته، حسب اللي انت عايزاه. وهكمل باقي الكميه لغايه اما كلها تخلص معايا. وده هيكون شكله بعد ما احنا زيناه. هتلاقي البسكوته ناعمه ودايبه وانت بتاكليها. وبكده نكون خلصنا النهارده اول وصفه من وصفات العيد، بسكوت اللانكشاير بكل تفاصيله. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه